السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورجعنا تاني وحطينا الكرتونة للفراخ علشان الجو التلج، فنبص نلاقيهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله مفرفشين ومنعنشين اهمت ما شاء الله، علشان احنا مخلين بالنا منهم. اهم حاجة نراعي التدفئة والتهوية والفرشة. طبعا كل يوم الفرشة ديت بنرشها الجير ونزود لها تبن. لما يتموا اسبوع ان شاء الله هغير بقى الفرشة دي كلها، هشيلها خالص وهعمل لهم فرشة جديدة. ده طبعا اهم حاجة. وهم ما شاء الله لا قوة الا بالله بياكلوا كويسين زي الفل اهم. هغير لهم المية دلوقتي، كنت حاطه لهم فيها الدواء الصبح اللي هو التحصينة. دلوقتي هحط لهم دواء بتاع الاسهال. النهارده اخر يوم في دواء الاسهال، انا كده بحط لهم 3 ايام وهوقف بقى بعد كده لما اشوف الدنيا هتمشي ازاي معاهم اهمت. وادي ربع الغطا على نص لتر ميه من دواء الاسهال، ونحطه بقى ايه للفراخ. كتاكيت الصغننين بتوعنا ربنا يبارك فيهم يا رب اهوت. حطت لهم علفه تانية، بقوا علفتين اهمت في المكان علشان ما يبقاش فيه ايه سوء تغذيه لاي حد فيهم، يبقى ايه كله تمام كده زي ما انتم شايفين اهوت. اللهم بارك. هرجع بقى وارجع لهم الكرتونه مكانها من بكره ان شاء الله. هبتدي اعمل لهم سقوات بقى وخلطات، وهم كده داخلين على الاسبوع، قربنا اهو خلاص. هم كده كام يوم؟ كده 5 ايام كده تمام قوي كده. هم ما شاء الله لا قوه الا بالله. نبتدي بقى نعمل لهم سقوات ونعمل لهم خلطات ونعمل لهم كل الحاجات الحلوه دي اللي تقوي المناعه وترفعها وتعالج الاسهال وكل حاجه. بس احنا بالراحه بس عليهم في الاول كده عشان هم لسه ما كملوش اسبوع. نبتدي بقى نرجع الكرتونه مكانها عشان يفضلوا متدفيين زي ما كانوا، ونقفل عليهم ونقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ تصبحوا على خير ولا نقول لهم لا مش تصبحوا على خير، احنا لسه هنجي لهم تاني بالليل اهو. وادي الكرتونه اهو، نقول لهم باي باي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم. جزاكم الله خيرا، دمتم بخير والسلام عليكم.